السلام عليكم وعواشركم مبروكه. اليوم جبت لكم واحد السلطه سهله ومهله غير بالبنقار ولا بالبيتراب ولا بالبربار، كل واحد شنو كيسميه. المهم قبل ما نبدا فضلا وليس امرا واحد يجيني الفيديو بارطاج اشتراك في القناه، ومرحبا بكم كاملين. بالنسبه للجداد ولا قدام، بالنسبه لهاد السلطه البنات عندك غير بربره وحده يمكن لكم كما كتعرفوا عواشركم مبروكه بعدا مع الاقتباط ديال الكبده ولا ديال هذا الهبره ديال الدجاج ضروري من الشلاضه، اما ديال الشلاضه المغربيه ديالنا اما ديال البربه. البنات كتجي غنيه بالفيتامينات، يعني كما كتعرفوا الناس اللي هذا اللي عندهم فقر الدم يمكن لهم يستعملوها. المهم المكونات كما كتشوفوا عندي هنا واحد البربره كبيره اللي سميتو سلقتها وقشرتها، ودابا كنقطعها معكم طريفات صغار بحال هكا، وكل واحد كيفاش كيبغي يدير هذا يديرها كبار ولا صغار. المهم درت كما كتشوفوا معايا غنقطعهم انا الى قطع صغيره، يعني ما تكونوش قطع كبار على هذا الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو. يعني كتجي هاد الشلاضه البنات منعشه بزاف، خصوصا دابا حنا في الصيف، يعني في الايام ديال الصيف راه زوينه كما قلت لكم منعشه. كتجي يعني كتشبع في نفس الوقت، راه مفيده للصحه ديالنا. كما كل ما كنكثروا من الخضروات البنات والا كتعطينا الافاده للجسم ديالنا، يعني مفيده بزاف. كما كتشوفوا كنقطعها بحال القطع الصغيره البنات، يمكن لكم تخليوها شرائح كبيره حسب الرغبه ديالكم. المهم صافي غادي نقطعها ونحطها في واحد الطبسيل كما غتشوفوا معايا بحال هكا. كنحطوها اكيد غادي نرافقها بواحد شويه ديال سميتو شي المرافقات ديالو كما غتشوفوا معايا، ساهله في نفس الوقت البنات ما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت. غادي نقطع شويه ديال الخس، كما كتعرفوا حتى هو الخس زوين. اي حاجه الورقيه ديال البنات فيها بزاف د الفيتامينات، يعني اللي بغات الكولاجين، اللي بغات هذا شنو نقول لكم صحيح الكولاجين للجسم. فيتامين سي في البرتقال، حتى هي كنقطع واحد البرتقاله غنقشرها كامله ونرجع لكم. صافي غادي نجيبها دابا وغنقطع معكم هاد الطريفات، يعني كميه قليله وكتعطينا تفصيل تبارك الله عامر. يعني ما كاين غير واحد شويه ديال الخس، واحد البرتقاله، وعندنا واحد البربره مسلوقه. والشلاضه كما قلت لكم منعشه بزاف، يمكن لكم تضيفوا ليها شويه ديال الزبيب من الفوق البنات، شي شويه ديال باش تكون غنيه اكثر، شي شويه ديال اللوز والكركاع. يا سلام، يعني غير نسيتهم البنات مع التصوير هذا يعني البنات كيتلف وكينسى. صافي هكا البنات درتها في هذا الطبسيل، هاد الطوجين الصغير، وصافي كندورها هادشي في الجوانب. كما قلت لكم الاضافات كتبقى لكم حسب الرغبه، يمكن لكم تضيفوا على هذا البرتقال شي شويه ديال شويه د الحامض، شويه ديال حبه البركه كتعطيها واحد اللون. في نفس الوقت هي رائعه للجسم مفيده بزاف. يمكن لكم قلت لكم يمكن لكم تحطوا هذا دوائر هكا، ولا تخليهم سميتو تخليهم اما دوائر اما تقطعهم هكا، كيعطيو واحد الشكل زوين بزاف في الطبق ديالنا. كنخلطهم هكا وكنخليوها في الثلاجه واحد المده ساعه ولا ساعتين، راه كتكون كتجي جد منعشه وبارده. وكما قلت لكم المرافقات ديال اللحم على الطبله ديالنا، اما كباب اما ديال الدجاج اما ديال الكبده. صافي هذه هي الشلاضه اللي قدمت معكم البنات، كتجي بحال هذا الشكل. نتمنى تعجبكم وتجربوها. يمكن لكم تزيدوا ليها شي شويه ديال الحامض من الفوق. ودابا انا غادي نزيدها بشي شويه ديال مطشه صغيره باش تعطينا تعطينا المنظر للطبق ديالنا، وفي نفس الوقت تعطينا حتى الفيتامينات ديالنا للجسم ديالنا. صافي كندور هاد المطشه على الطبق ديالي، ويمكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتو. كما قلت لكم البنات صافي كنزين دابا بمطيشه بالزيتون.
الطبق ديالنا وجد من مكونات جد بسيطه، وجدنا واحد الطبق ديال الشلاضه ديالنا كتجي رائعه ومنعشه. الا عجبكم الفيديو جيم فضلا وليس امرا، بارطاج، تعليق زوين بحالكم، كنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. عواشركم مبروكه.